المغرب تكتب التاريخ وتتأهل إلى دور ال16. أنا مش عايزة أقولك إن دي مباراة مشتعلة، عشان بالنسبة لي ما كانتش مباراة، ده فيلم رعب. اللي اتفرج على المباراة النهارده هيعرف إن ده كان ماتش يعني غريب جدا. الماتش يا جماعة بدأ إن المغرب هي الأكثر استحواذا، هي الأكثر خطورة، بتعمل كل حاجة في الكورة، ناقصها بس إن هي تجيب أهداف. على عكس سير اللقاء، هولندا هي اللي جابت الهدف الأول في الدقيقة 72 في توقيت وحش قوي. مش اي فرقه واي منتخب يقدر يرجع في اللقاء، بس طبعا الميديا ده بس اقسم بالله منتخب المغرب في حته تانية خالص. منتخب المغرب بقى مرعب حرفيا بشكل ما يتوصفش في المونديال. منتخب المغرب بيلعب كانه معاه 5 ولا 6 بطولات، ده بجد والله العظيم. انا متاكده حرفيا ان اي منتخب في البطوله حاليا مش عايز يقابل المغرب. زي ما قلت لكم منتخب الجيران ماذا بيكم اليوم تمتعونا في الماتش تاع هولندا؟ بالكم ما تمتعوناش، انا نستناو، ما تخليوناش نسهروا حتى ل2 تاع الصباح وفي الاخر نشوفوا اللعب مكان ما كان. هيا نستناكم مع هولندا، بالكم ماتش تيفي في الجيري. الجيران حمدوا ربي لاربيت كان يسيفلي ليكم، سينو لو كان ماشي لاربيت هذاك تحتو معاه، لو كان راكو خرجتو بواحد 10-0 تاع من الاخر، ما سيفلا لكم والو، نتوما لي فوت والو، غير لادفيرسال، غير اسكتلندا برك. حمدوا ربي اللي تحتو مع داك لاربيت. يحصل ايه يعني؟ انا امبارح ردة فعلي بعد ماتش المغرب، بعد اسماعيل صيباري ما سجل الضربه الاخيره خلاص، يا رب وفقنا زي ما وفقتهم، يا رب فرحنا زي ما انا فرحت لهم من قلبي، يا رب وفقنا زي ما، يا رب فرحنا زي ما فرحتوه. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ده انا شايفاه بعيني. سيبك من الصفح واللغاوي يا ريتش والكلام الفاضي، لان الريتش جنن الناس. اقسم بالله كومنتات المصريين، كومنتات الجزائريين، الناس العاديين، سيبك من الذبابات الالكترونيات دي، احنا ما بنتعاملش مع ذبابات، انا بتعامل مع اشخاص حقيقيين. انا عندي كومنتات جزائريه قسما بالله فرحانين بتاهل المغرب، الكومنتات المصريه كلهم سيبكم اللي حصل واللي كان واللي اتقال واصل كان كلام فاضي. لازم تتمنى الخير عشان تلقاه. اكيد كلكم شفتوا فيديوهات المقاهي التونسيه كيفاش يشجعوا وفرحوا للفوز المغرب والترشح ترشح المغرب البارح وفوزوا على منتخب الطواحين اللي هو منتخب الهولندي، اللي هو منتخب قوي برشا. كي تبدا فما عزيمه وكي يبدا فما منتخب كيما المنتخب المغربي بالحق، فما العزيمه وفما التحضير الذهني وفما التحضير البدني وحكومتهم تدعم فيهم، وفما دعم يلي كتسناو في خسارتنا باش تشفاو. يا مساخيت الوالدين شربوا اللويزه ونعسوا، حيت ان شاء الله مربوحه لصالح المغرب. نعسوا في الصبح لما تفيقوا غتلقاو الفاجعه الكبرى، المغرب يفوز على هولندا. شوف انا راه غير كنصحكم، راه غتبقاو سهرانين، ومن كثره الصدمه ما غتنفع معاكم لا لويزه لا شي حلاب. حنيني يا ربي حبيبي، حنيني تعتقنا في الدقيقة الأخرى يا ربي حبيبي، يا ربي ديوب، يا ربي ديوب، شكرا ديوب، يا ربي رجعنا الحمد لله. ربنا يسامحك يا عناوي انت وحكيمي، العيال صحيوا على صوتي، الاطفال صحيوا على صوتي، النهار طلع وانا قاعده هبعت اجيب فطار واقعد. ليه الفرص اللي ضاعت دي؟ ليه الفرص اللي وليه ضربات الجزاء تتسجل كده؟ مكتوبه لك يا اسماعيل، مكتوبه لك ان انت تكون انت برضه صاحب. Le Maroc sera sacré champion du monde. C'est moi qui vous dis. Champion du monde. Les Sénégalais, vous avez vu, non? Vous êtes champion d'Afrique, non? Les Marocains seront champions du monde. Vous avez vu le ballon que les Marocains jouent? Ils jouent du football professionnel. Ils jouent du pressing. Ils ont le football dans les pieds. Hey, personne n'est plus actuellement en Afrique.